والشركه دي بقت اكتر الشركات مبيعا في امريكا. بص يا ابني، الناس كلها فاكره انك عشان تعمل مشروع او منتج لازم تعمل منتج جديد خالص، بس الموضوع مش كده. تعالى النهارده هقول لك على قصه واحد كان شغال في مصنع ادوات تنظيف، وهو شغال هناك لاحظ حاجه غريبه قوي. كل الناس بتكره تغسل المواعين، ولقى ان الاسفنجه اللي الناس بتستخدمها تعفن بسرعه وبتسيب ريحه تخليك تهرب من المطبخ. قال لك طيب، طب ما نعمل اسفنجه نغير في شكلها ونغير في طريقتها وفي نفس الوقت تخلي الغسيل سهل وممتع. تعال انا اقول لك عمل ايه بقى. قعد يفكر كتير ازاي يخلي شكل الاسفنجه مختلف عن كل اللي موجود في السوق، وعشان عارف ان دايما الامهات بيبقوا متضايقين وهم واقفين في المطبخ، فعمل اسفنجه على شكل وش بيضحك. اسفنجه تشدك تشتغل كده وتخلي الشغل ابسط وتخلي ست البيت مرتاحه وهي بتبص لها. بس اللي ما تعرفوش بقى ان الناس حبتها جدا، والمنتج ضرب مبيعات جامده جدا، ودخل بيه كمان برنامج شارك تانك، والشركه دي بقت اكتر الشركات مبيعا في امريكا. الشركه دي يا واد اسمها سكراب دادي. عشان بقول انجليزي يعني، انا راجل كبير برضه في السن بس بعرف اقول انجليزي. الخلاصه بقى من القصه دي يا واد، مش لازم تعمل اختراع من الفضاء عشان تفتح شركه. ساعات التعديل الصغير على حاجه الناس بتكرهها يخليك تغسل السوق كله وتاخد السوق كله في جيبك. تابعني لو عاوز تعرف قصص كتير.